وسهلا بيكم في كورة تيتش. انا بحلل ماتشات الاهلي. النهارده هحلل ماتش الاهلي وطلائع الجيش. قبل ما ابدا الحلقه طبعا احب اعزي اسره الكابتن احمد رفعت، ربنا يصبرهم يا رب ويرحم كابتن احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا الحلقه. هنبدا النهارده في كورة تيتش بتحليل اول ماتش من ماتشات كورة تيتش، ماتش الاهلي وطلائع الجيش. الاهلي كسب 2-0 على طلائع الجيش. بدا بتشكيل مصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الدفاع كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، وفي خط النص امام عاشور، مروان عطيه، واكرم توفيق، وفي خط الهجوم طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، ووسام ابو علي. الاهلي بدا بضغط عالي على طلائع الجيش من بدايه الماتش، وبدا يعمل كتير على طلائع الجيش ويعمل ضغط كبير عليها. وبدات طلائع الجيش طبعا يعني ما قدرش نوقف الهجوم بتاع الاهلي، بس حاول ان هو يلعب في ظهر خطوط النادي الاهلي طبعا مع دفاع النادي الاهلي، وفعلا قدر انه يوصل للجون في مرات قليله، بس كانت اكتر مره كانت فيها فاعليه وكان ممكن يبقى فيها جون المره اللي صدها كابتن مصطفى شوبير على مرتين، ودي كانت اخطر كوره لطلائع الجيش في الشوط الاول. اما الشوط الاول برضو من ناحيه الاهلي، امام عاشور قدر انه يعمل خطوره على كابتن عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، وكابتن عمر رضوان قدر انه يصد الكره اللي عدى بيها امام عاشور من الجنب من الناحيه اليمين وشاطها في عمر رضوان، وكابتن عمر رضوان صدها. الشوط الاول كان في ضغط من الاهلي لكن ما كانش فيه فعاليه كبيره. هتكلم على كل لاعب عمل ايه في الشوط الاول، وبعد كده هحلل الشوط الثاني من بدايته واقول كل لاعب عمل ايه. نبدا بتحليل الفني للعيبه. طبعا كابتن مصطفى شوبير ما لهوش تحليل فني لان هو حارس مرمى، بس هو مفيش غير الكوره اللي كانت جت عليه زي ما انا قلت عليها، دي الكوره اللي جت عليه وصدها من مرتين، ودي كانت اخطر كوره في الماتش. كابتن محمد عبد المنعم وكابتن ياسر ابراهيم كاثنين كقلبي دفاع، ما كانش فيه غير غلطه بس الكابتن محمد عبد المنعم كانت في الدقيقه 12 لما كانت في كوره مرفوعه وكان في لعيب تاني بيجري جنبه وقدر ان هو يعديه وياخد الكوره، بس مرت بسهوله الحمد لله على مرمى الاهلي. كابتن محمد عبد المنعم كان في ساعات بيطلع قدام علشان لو كانت الكرة اترفعت وهو كان كويس مميز في الهيد فممكن هو يقدر يسجل من خلال الهيد في بعض الأوقات. وبعد كده هتكلم على الناحية اليمين. كابتن محمد هاني عمل كرة مميزة في الشوط الأول، كانت من الناحية اليمين شاطها على حراسة المرمى عمر رضوان، ولكن قدر حارس المرمى إنه يشيلها. لما هاجي أتكلم على الناحية الدفاعية لناحية محمد هاني هتكلم على الخط اليمين كله. خط الناحيه اليمين محمد هاني، ومحمد هاني طبعا مش هقدر اتكلم عليه لوحده لان كان معاه دور مشترك مع مروان عطيه، الاثنين كانوا بيلعبوا مع بعض. سواء لو محمد هاني اتقدم فمروان عطيه بيغطي وراه، او العكس لو مروان عطيه اتقدم محمد هاني بيغطي وراه وبيدخل في نص الملعب. في الناحيه الثانيه كان العكس تماما، كان كريم فؤاد كان بيلعب بناحيه هجوميه اقوى واكتر تمام، وكان بيغطي وراه اكرم توفيق. كريم فؤاد كان لعيب وينج، فمارسيل كولر اصلا يعني استغل الحته دي في انه يشدد الضغط على طلائع الجيش بانه يعني يدفع بلعيبه كتير قوي في الناحيه الهجوميه بحيث انه يخلي لعيبه طلائع الجيش تبقى مضغوطه في نص الملعب، وده فعلا حصل لان احنا في وقت من الاوقات في المباراه بنلاحظ ان محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم واقفين عند دايره السنتر من كتر الضغط اللي كان على فرقه طلائع الجيش. في خط النص برضو هنتكلم على الديفندر وهو امام عاشور، وده اكتر لاعب كان واخد مهام حريه جامده جدا في الملعب. كابتن مارسيل كولر كان مديله تعليمات فنيه بانه يبقى حر في الملعب، انه يتحرك في كل الاتجاهات في الملعب، وفعلا احنا بنلاقيه كصانع لعب في اوقات وبنلاقيه كلاعب وينج بيدخل زي الكوره اللي عملها مع في الشوط الاول مع كابتن اللي شاط الكوره مع كابتن عمر رضوان، وكابتن عمر رضوان صدها في حراسه المرمى في الشوط الاول. فانا لو من ناحيه امام عاشور فهو كان لعيب حر جدا في الملعب. اما لو هتكلم على طاهر محمد طاهر، فانا لاول مره اشوف طاهر محمد طاهر بياخد تعليمات بانه ينزل يصنع الكره من تحت مكان محمد مجدي قفشه. انا مش شايف كابتن طاهر محمد طاهر بان هو ينفع يعني يبقى في الموضوع ده، لان هو لعيب وينج مهاري حريف، ممكن هو يعدي، ممكن يبقى بيسجل خطوره على الدفاعات بتاعه الخصم، لكن انت تنزله ان هو ياخد كوره من تحت ويبقى صانع لعب انا مش شايفها يعني الكابتن طاهر محمد طاهر خالص، خصوصا في الكام مره اللي نزل فيهم عشان يستلم الكوره اتقطعت منه الكوره وكانت هتبقى هجمه خطيره على النادي الاهلي. ويمكن لو كنا قابلنا لعيب الفينشر بتاعه كان قوي في طلائع الجيش كان ممكن ساعتها نلاحظ الغلطه دي. طبعا كابتن احمد عبد القادر كان بيحتفظ بالكره كتير في الشوط الاول، وده ما كانش مخلي الفعاليه بتاعته تكون
مميزه مع زمايله الباقيين. كابتن اسامه ابو علي انا شايفه عمل ماتش كويس خلال الشوط الاول او الشوط الثاني. كده انا بالنسبه لي الشوط الاول انتهى. هتكلم على تحليل للشوط الثاني. الشوط الثاني بدا كابتن مارسيل كولر عمل تبديلات في اول الشوط الثاني، وده من المرات القليله جدا اللي بتشوف كابتن مارسيل كولر بيعمل تبديلات بدري. نزل كابتن عمرو السوليه وحسين الشحات وعمر كمال عبد الواحد مكان محمد هاني ومروان عطيه واحمد عبد القادر. الشوط الثاني بدأ بفاعلية كبيرة. برضو الأهلي كمل ضغط على فريق طلائع الجيش، وفي كورة من كورنر كابتن إمام عاشور بيشوطها من بعيد بتخبط في المدافعين وتوصل لكابتن عمرو السولية علشان يحطها في الجول، وده يبقى الجون الأول اللي جه في الدقيقة 50. بعد كده في الدقيقة 54 كورة من عمر كمال بيرقص بيها كذا لاعب من نص الملعب ويوصل بيها قائد خط ال 18 يبصيها لكابتن اسامه ابو علي يدخل بيها جوه خط ال 18 ويجيب الجون الثاني. بعد الجونين اللي جم طبعا كابتن طارق العشري بدا يعمل تبديلات في طلائع الجيش عشان ينظم صفوفه مره ثانيه ويعمل ضغط على النادي الاهلي. عمل 4 تبديلات. الماتش كان واضح خلاص ان الاهلي حسمه، وبدا فعلا ان هو يعني يدافع شويه وفي نفس الوقت يهاجم. بس انا عندي بس ملاحظه اخيره. بعد ما كابتن رضا سليم نزل وبعد ما كابتن مجدي قفشه نزل، انا بالنسبه لي كابتن محمد مجدي قفشه انا شايفه لعيب صانع العاب متميز جدا مفيش منه يعني في مصر. ده من وجهه نظري. يعني حتى الراجل لما نزل على الرغم ان هو لعب في وقت قصير او وقت قليل قدر انه يعمل استحواذ للنادي الاهلي ويعني يخلي الكوره تحت رجل النادي الاهلي. وفي نفس الوقت كابتن محمد مجدي قفشه بيروح لاي لعيب مزنوق بالكوره مش عارف يعمل بيها ايه او مش لاقي لعيب رايح له، بيروح له ياخد منه الكوره ويسلم ويستلم للعيب اللي بعده. انا شايف ان الكلام ده من صانع لعب مش موجود قوي دلوقتي. كان زمان كان موجود، ولكن ده اللي انا شايفه. انا هتكلم على تقييمات اللعيبه من وجهه نظر انا، واتمنى ان انتوا تفيدوني برضو بوجهه نظركم وتشوفوا مين افضل لاعب في المباراه. انا شايف من وجهه نظري انه كان افضل لاعب في المباراه كان كابتن امام عاشور، عمل ماتش حلو جدا، وده كان من وجهه نظري انا. طبعا اتمنى ان انتوا تقولوا لي وجهه نظركم في مين افضل لاعب في المباراه، واتمنى برضو ان انتوا تقولوا لي ايه رايكم في ماتش بيراميدز الجاي وايه التشكيل المتوقع منكم. افضل تشكيل الماتش هنزله ان شاء الله في الحلقه الجايه.